مساء الخير. النهارده هاتكلم عن موضوع شائك جدًا، موضوع محيّر جدًا، ومحيّر لإن ما فيش أي حد اتكلم عنه إلا قليلين أوي. المصريين في الغُربة، معاناة كل مصري في الغُربة، حاسس إنه مهدور حقّه، حاسس إن بنتعامل بشكل درجة تانية أو تالتة، مش عارفين مين هم المصريين، مش مبيّنين إحنا كسياحة أو كبلد معالمنا للناس. أنا فوجئت وأنا مسافرة طبعًا أنا جزء كبير أوي من حياتي كان في الغُربة، فطبعًا عارفة إزاي المعاملة الناس هناك. كنت باخد كورس سياحة عشان أشتغل مع جوزي هناك، كان فاتح مكتب. ده برّه عمله يعني. أنا كان نِفْسي أشتغل أوي هناك وكده، فوجئت إن أنا واحد بيسألني هناك في الكورس بيكلمني من إيطالي أو من German أو قُلت له: "لأ أنا من Egypt." فوجئت إنه مش عارف Egypt. Where is Egypt؟ Egypt؟ أقول له دي بيراميدز، دي محمد صلاح يعني كان أيامها ما فيش محمد صلاح. أنا دلوقتي باقول لكم محمد صلاح بس أنا ما قُلتلوش كده لأن أنا ما كانش في أيامها محمد صلاح خالص. إزاي أنتم مش عارفين إن النيل آآ يقول لي: "إحنا لا نعرف عنه إن هناك في جمل." جمل! عشان السفارة معمول عليها جمل، لحد دلوقتي أي سفارة مصرية في أي حتة بيرسموا عليها جمل ما أعرفش ليه، يعني سايبين كل المناظر الجميلة اللي عندنا وحاطين جمل في كل سفارة. في نقص معلومات جامدة جدًا، في حتى الدول العربية للأسف الشديد بتتعامل معانا إن إحنا ناس جايين ناخد منهم فلوس، وده مش حقيقي أبدًا، إحنا بندّي خبراتنا وبندّي ثقافتنا ليهم، في المقابل بناخد فلوس. ده مش معناه إن إحنا رُتبة تانية أو إحنا ناس هنا مش لاقيين ناكل، لأ إحنا ولاد ناس أوي وبنحسّن من نفسنا وبنحسّن من نفسيتنا، إن إحنا بنسافر وشباب ونقوّي نفسينا، وبلدنا هي اللي فارضة علينا حاجة زي كده. مش معنى كده إن إحنا نتعامل هذه المعاملة. فوجئت إن ما فيش حد جاب الموضوع ده خالص، وما حدش بيتدخّل فيه، والوزيرة بتاعتنا يعني ربنا معاها، إنها طبعًا بتحاول تعمل دلوقتي بتخفف من الحمل اللي هم عاملينه، بتحاول تساعد شوية لو حد عنده مشكلة هناك، لكن طبعًا كهي إنها لوحدها تساعد لأ، مش هينفع، لازم إحنا كلنا نساعد يعني نساعد الوزيرة ونساعد بلدنا على إنها تطلع للنور. إن بلدنا مش موجودة على الحقيقة، يعني هي على الخريطة بس هي مش على الخريطة، ما فيش سياحة، ما فيش حد بيتكلم عنها خالص. كل برامجنا التلفزيونية دي ليه ما تتحولش الترجمة بتاعت بالEnglish؟ الناس دلوقتي في خلاص في نايل سات وفي الحاجات كل البرامج دي بتوصل لهم، بس هُم مش عارفين يفهموها، مش عارفين يعني يوصلوا لينا. وإحنا للأسف الشديد مش بنعمل حاجة، يعني فين الترجمة الEnglish لكل برنامج من البرامج بتاعة لميس الحديدي، بتاعة أستاذ عمرو أديب، كل دول. أنا مش عارفة بصراحة يعني أتكلّم أقول إيه، غير إن أنا لازم أساعد بلدي، إن أنا كنت مثلًا لمّا باروح أسافر وأرجع، أروح هنا الأقصر وأسوان، أروح الغردقة، أروح شرم، أبعت للناس دي كلّها الصور بتاعة يتبسطوا جدًا ويقولوا دي معقولة Egypt طَب أنتم عندكم الشواطئ الجميلة دي، ليه أنتم مش يعني إحنا ليه مش شايفينها؟ طبعًا لإن في للأسف ما فيش معلومات عن أي حاجة بتوصل. مصر دي مخفية، Egypt دي اوعوا تكونوا فاكرين لمّا تروحوا تقولوا في أي حتة في العالم، هو دلوقتي ممكن نقول محمد صلاح فممكن يعني يشغلنا شوية، بس حتى محمد صلاح لمّا ينزل مصر، انزل كل شواطئ مصر، اتصوّر يا محمد وروح اقعد ابعت صور بلدك في كل أنحاء الناس بتحبك، الناس هتتفرّج فعلًا. يعني أنا عايزة أعمل فيديوهات والله دلوقتي بافكّر في كل آثار مصر، في كل حتة جميلة في مصر، في كل قعدة رُحت قعدتها مع أي عايزة أصورها وأروح أبعتها. ليّا إخوات في كندا وليّا أصحابي في لندن وليّا أصحابي في أبعت لهم يبعتوا، كلنا نساعد بعض، كلنا نساعد الدولة ونساعد الوزيرة ونساعد نفسنا عشان ما نتعاملش المعاملة دي، لازم يعرفوا إحنا مين، ولازم نتعامل معاهم اوعوا تتعاملوا عن إن أنتم أحسن منا في حاجة، أنتم زي ما أنتم بتدّونا فلوس، إحنا بندّيكم علمنا وثقافتنا اللي إحنا اتعلمناه. فما ما ما ن ما نُعاملش معاملة وِحشة أبدًا، ولازم نكون على قدر من الاحترام قصاد العالم. مش هنبقى كده إلا لو إحنا كُلّنا اشتغلنا، كُلّنا سعينا إن إحنا نطلّع مصر نظهرها للعالم.
يا رب يكون رسالتي وصلتكم، وأنا باقولها فعلًا من القلب إني أنا باحب أوي بلدي، وعايزة أحوالها تتحسن، وهي الأيام دي محتاجة الدعم ده مننا، محتاجة كلنا السياحة تتنشط عشان إحنا الدولار ييجي في مصر. يا ريت، يا ريت تعملوا اللي باقول لكم عليه، كل واحد مسافر في مكان يبعت الصور دي والأماكن دي لواحد مسافر في إيطاليا، واحد مسافر في ألمانيا، واحد مسافر في كندا. هنوصل، صدقوني هنوصل، والناس هتعرفنا، والعالم كله من حولنا هيبقى عايز ييجي لنا. سياحتنا حلوة وبلدنا جميلة أوي، بس ناقصها شوية تشجيع مننا وشوية دعم مننا، وكلنا نحاول نساعد بلدنا. ما تنسوش لايك، شير، والسلام عليكم.